يلا بينا مع بعض نعمل ستريبس دجاج كنتاكي الأصلية وسر القرمشة الخطير وطعمها اللي مش هتفرقيه خالص عن بره. يلا بينا نعمله في البيت بخطوات بسيطة جدا، وأسرار المطاعم هتخليكي تعمليه أحسن من أي مطعم في الدنيا. معانا صدور فراخ مقطعينها شرايح كده اهوت، ولا هي رفيعة ولا هي تخينة متوسطة بالشكل ده. مسكناها نقعناها في مية وملح وليمون وسبناها لمدة نص ساعة بالشكل ده، شايفين؟ يلا بينا دلوقتي مع بعض هنعمل أحلى تتبيلة للستريبس، حاجة في منتهى الجمال. يلا بينا هنجيب طبق وننزل دلوقتي مع بعض بالتوابل. معانا معلقة بصل بودر، ومعلقة توم بودر، ومعلقة بابريكا، وننزل بيهم في الطبق. معانا دلوقتي نص معلقة فلفل اسود، ومعانا رشة جنزبيل، ومعانا نص معلقة زعتر، ومعانا نص معلقة كاري، ونص معلقة كركم، نص معلقة بهارات فراخ أو 7 بهارات، ومعانا نص معلقة كزبرة، ومعانا معلقة ملح ننزل بيهم. ودي التوابل كلها بعد ما حطيناها. يلا هننزل عليها دلوقتي بكوباية مية ساقعة دي من الحنفية. ما تنسوش اللايك يا جماعة والاشتراك في القناة. يلا بينا نقلب كويس جدا. أحلى ستريبس هتدوقوه في الدنيا، وتقولوا لي في التعليقات إيه رأيكم فيه. شايفين؟ كل التوابل اللي حطيناها دي هتخلي الستريبس خطير وطري من جوه، وطعمه وريحة حاجة كده روعة. يلا بينا دلوقتي هننزل بالستريبس، ننزل بالقطع كلها ونقلبها كده كويس بايديكي كده، تدلكي كل قطعة كويس جدا وتحاولي تشربيها كده من التتبيلة. التتبيلة دي خطيرة يا جماعة، جربوها. يلا بينا دلوقتي بعد ما قلبناها كده وجهزناها هندخلها التلاجة وهنسيبها ساعتين على الأقل، ممكن تسيبيها ليلة كاملة. معايا دلوقتي طبق نزلت بكوباية ونص دقيق، وهننزل عليهم دلوقتي بمعلقة ملح صغيرة، وهننزل عليهم بمعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعانا دلوقتي 3 معالق نشا الذرة، ننزل بيهم ونقلب. خطيرة وجميلة في منتهى الجمال، هيدينا قرمشة. معانا دلوقتي طبق الاستريبس طلعناه من التلاجة بعد ما قعد ساعتين، شايفين لونه عامل ازاي؟ شرب من التتبيلة في منتهى الجمال، في منتهى الروعة، هيدينا قرمشة جميلة. ومعانا طبق فيه مية متلجة. يلا بينا دلوقتي معانا طبق الدقيق. يلا بينا دلوقتي هناخد قطع الاستريبس وتصفي كده منها المية على خفيف، وننزل في الفراخ بالنشا. تنزلي بالقطعة بس اللي انتي هتقليها، ما تعمليش الكمية كلها، واحدة واحدة كده وتخليهم بعاد عن بعض. شوفي الاستريبسية عاملة ازاي واخدة لون خطير ازاي، حاجة في منتهى الجمال. نزلنا كده ب5 قطع. يلا بينا دلوقتي واحدة واحدة نبتدي نغلف كل الاستريبس واحدة واحدة كده بالراحة، وهما متباعدين عن بعض. تغلفيها لمدة دقيقة، تفضلي كده بالراحة واحدة واحدة، شايفين؟ وتفضلي تقلبي 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 لمدة دقيقة يا جماعة، واحدة واحدة اهو، واحدة واحدة كده بالراحة لحد ما تتغلف كلها. طعمه جميل وخطير وحاجة في منتهى الروعة، أحلى بكتير جدا ما تجيبيه من بره، وعاملاه في بيتك وحاجة نضيفة هتقدميها لولادك. يلا بينا نفضيها كده، شايفين التنفيضة دي بتديكي نفس الخرفشة اللي بتجيبيها من بره. يلا نفضي ونبدأ ننزل في المية بالتلج. مهمة جدا خطوة التلج دي يا جماعة. اهي، تصفي كده المية وترجعي تنزلي تاني في الدقيق واحدة واحدة، وتعملي نفس الطريقة اللي عملناها لمدة دقيقة. تقلبي كويس بالراحة، حاولي ايديكي تبقى ما فيهاش مية عشان ما تعجنيش الدقيق معاكي. وبين كل مرة ومرة لازم تدخلي الدقيق كويس. نفضي كل قطعة، نفضيها. شايفين شكلها؟ ممكن تعملي تاني كمان مرة، تنزلي بالستريبس في المية. لو عاوزة طبقة كريسبي أكتر تنزلي تاني في المية وتبدأي تنزليها في الدقيق، وتعملي نفس الطريقة. هيديكي طبقة قرمشة في منتهى الجمال، وهتبقى طبقة كده جميلة جدا في منتهى الروعة. شايفين عاملة ازاي؟ نفضي كده بقى، مهمة جدا حركة التنفيض دي، لازم تنفضيه كويس. شايفة عامل ازاي؟ يلا هنرص جنبنا ونبتدي نعمل كده الباقي. نفضي وانزلي في المية وصفي، وانزلي تاني في الدقيق وقلبي كده كويس لمدة دقيقة. الخطوة دي مهمة جدا عشان يديكي القرمشة. قلبي واحدة واحدة كده اهو، وحاولي تبعديهم عن بعض زي ما اتفقنا. نفضي الدقيق كويس، ودي حركة مهمة. التنفيضة دي هتديكي الشكل ده. يلا نعمل الخطوة اللي بعدها، القطعة التانية نفس الطريقة. شايفين؟ حاجة في منتهى الجمال وطعم وخرافة. هتدوقيه، تنزلي بقى في المية
وتصفي الميه كويس، تنزلي تاني في الدقيق بالنشا والبيكنج باودر. الدقيق هيدينا نفس القرمشه اللي بتشوفيها من بره، النشا والبيكنج باودر هيديكي بقى ايه، هتحسي انها ما شاء الله كده كريسبي وطريه وحاجه في منتهى الجمال. نفضي اهو، شايفين المنظر عامل ازاي؟ يلا بينا بقى. معانا دلوقتي الزيت طبعا بيكون سخن جدا جدا جدا، تبداي تنزلي واحده واحده كده، حاولي تبعديهم عن بعض، ما تخليهمش جنب بعض في الزيت عشان ما يلزقوش في بعض. واحده واحده كده والنار عاليه معانا، تبداي ترصيهم بعيد عن بعض كده اهوت بالطريقه دي. شايفين القطعه بقت عامله ازاي؟ بعد ما كانت متوسطه القطعه بقت عامله ازاي؟ وما تقلبيش خالص، يعني حاولي ما تقلبيش خالص، يا دوب توسعنا بسيط عشان نحط القطعه اللي بعدها. 5 قطع 6 قطع زي ما الطاسه بتاعتك تاخد. شايفين؟ وما تقلبيش خالص. دلوقتي هنبتدي نقلب لما خدت لون. شايفين لونها عامل ازاي؟ وقرمشه في منتهى الجمال قبل ما اطلعها، ولا حاجه بتفك، والكريسبي معاكي حاجه في منتهى الروعه. شايفين طبقه النشا دي تديكي القرمشه اللي بتاكليها من بره بالظبط. خطير يا جماعه. شايفين اللون عامل ازاي؟ شايفين الخرفشه؟ حاجه في منتهى الروعه. يلا جربيه في بيتك واعملي حاجه جميله لبيتك، لاولادك في بيتك. قلبي كده بالراحه والنار زي ما هي. يلا بقى نشيل واحده واحده كده، نشيل الكميه، صفي بقى كده كويس الزيت منها. اهي شفتي؟ خطيره. هتلاقيها من جوه جوسي كده وطريه ومستويه كويس جدا، ومن بره القرمشه اللي انت بتجيبيها من بره بالظبط. شايفين القطعه عامله ازاي؟ يلا نرص بقيه الكميه بعد ما عملنا نفس التتبيله اللي عملناها في الدقيق وبعدين في الميه وبعدين رجعناها تاني في الدقيق، وبعدين من الدقيق على طول على الزيت وهو سخن. ممكن تزودي الزيت، ممكن تصفيه لو احتاج عشان يبقى معاكي طالعه نضيفه وحلوه كده اهو. شايفين؟ شوفي اتحمرت. يلا نبتدي كده نشيل واحده واحده. جميله يا جماعه وريحتها في منتهى الروعه. التتبيله اللي عملناها دي جربيها خطيره، وقولي لي في التعليقات ايه رايك فيها، وتنسيش اللايك والاشتراك في القناه عشان نقدم لكم كل جديد. شايفين القطعه عامله ازاي؟ ولا بيقع منها الوش الكريسبي اللي على الوش، حاجه في منتهى الجمال. شايفين يا جماعه؟ ودي بعد ما خلصنا الكميه كلها من صدر واحد هتعملي الكميه دي. شايفين الخرفشه؟ شايفين من جوه مستويه ازاي وجوسي وطعمها وريحتها في منتهى الجمال. ادعوا لي بقى على الوصفه دي ويلا اعمليها في بيتك، بس ما تنسيش بقى اللايك وما تنسيش تعملي شير لاصحابك.